بعد ما كارمي وسيدني وشوجر قرروا انهم يقللوا مدة تجديد المطعم ويضيفوها ويضغطوها في 3 شهور بدل 6 شهور، كل فريق العمل بيساعدوهم وهم اللي بيبدأوا التجديد بنفسهم. اول حاجة بيعملوها بيكسروا الحيطان القديمة اللي بقالها اكتر من 60 سنة. سيدني كانت متضايقة عشان ابوها مش بيساندها في الخطوة دي بما انها بقت شريكة كارمي في المطعم، ولما بتقول لكارمي بيحاول انه يهديها في الوقت اللي كان ريتشي بيتخانق مع فلاك وماركوس بسبب انهم عاوزين يحركوا الخزائن عشان ينضفوا الحيطة وراها ويشيلوا الدهان القديم ويدهنوها من جديد على نظافة، بس هو كان رافض ومن هنا بتقوم الخناقة. ولما فلاك بيلاقيه مش موافق بينادي على شوجر وبيقول لها، ساعتها شوجر بتجبره على انه يشيل الخزائن الاول. وفعلا ريتشي مش بيعرف يخالف كلامها وبيبدأ هو وفلاك وماركوس انهم يحركوها، بس كانت تقيلة جدا وبيفتكروا ان وزنها ده كله حاجات متخزنة في خزنة مايكل اللي كانت لسه مقفولة بالقفل بتاعه. ساعتها كارمي بيقطع القفل وبيفتحها بس مش بيلاقي فيها اي حاجة غير كاب مايكل، فيديه لريتشي تذكار بما انه كان غالي عليه جدا. وبعدها بيحركوا الخزائن ويكملوا شغل. سيدني لما بتكتشف ان الخزنه ما كانش فيها غير كاب بتستغرب ومش بتفهم المغزى اللي وراه وهو غالي عليهم ليه. بعدها سيدني بتتفق مع تينا وإبرة انهم يروحوا مدرسه طبخ عشان يتعلموا مهارات جديده، ولما بيخافوا من المصاريف وانه ما فيش معاهم التكلفه دي، سيدني بتقول لهم ان كل المصاريف هتكون من ضمن ميزانيه المطعم، يعني ما يحملوش هم ويقدروا يبداوا على طول. ساعتها تينا بتفرح جدا وكانت متحمسه انها تبدا، بس إبرة كان باين انه رايح غصب عنه او ما كانش بالحماس الكافي. وبالنسبة لسيدني وكارمي فبيبدأوا إنهم يتعلموا مع بعض وصفات جديدة عشان يتقنوها بحيث لما يفتتحوا المطعم من جديد يقدموها من غير ولا غلطة. في الوقت اللي كان ريتشي وفلاك بيتخانقوا تاني عشان طريقة الشغل، وريتشي كان عامل فيها الريس وعاوز فلاك ينفذ كل اللي بيقولوا عليه من غير ما يعارضه حتى لو كان غلط. وإبرة كان بدأ تدريب في مدرسة الطبخ بس مش بيعرف يواكب سرعة اللي حواليه وكانت حركته بطيئة وبيوقع الأدوات اللي كان بيشتغل بيها كل شوية. نات بقى أو شوجر كانت قافلة على نفسها وبتكلم صاحبتها وبتقول لها على خبر حملها وإنها لغاية دلوقتي ما صلتش لأي حد من صحابها في المطعم عشان ما يعاملوهاش معاملة مختلفة ويمنعوها من الحركة والحوارات دي كلها. بس بيجي لها تليفون ساعتها من أخصائي العلاج عفونة الحوائط، كان فلاك هو اللي اتصل بيه من ورا ريتشي عشان يجي يعالج مشكلة العفونة اللي في الحوائط دي. ولما بتروح تفهم من ريتشي بتلاقيه بينكر وبيقول لها ان الحوائط تمام ومفيش فيها اي مشكلة، بس لما بيخبط السقف بيتهد فوقه من كمية العفونة اللي كانت في الخشب ووقعته من خبطة واحدة. ساعتها التجديدات اللازمة في المطعم بتزيد وبالتالي تكلفتها عليهم، ده غير الوقت اللي هتتصلح فيه وهم محددين ميعاد الافتتاح. وبالليل في مدرسة الطبخ كانوا الكل روحوا إلا إبرة كان لسه بيحاول يخلص المهام بتاعته عشان هو بطيء بيفضل آخر واحد. في الوقت اللي كانت سيدني بتتعشى مع باباها وبتحكي له على المطعم وشراكتها فيه، وكارمي كان في السوبر ماركت وبيتفاجئ بكلير صديقة طفولته بيقابلها لأول مرة من سنين. ساعتها بتتكلم معاه وبيقول لها على المطعم بتاعه وإنه هيفتتحه قريب، وبيتفاجئ بإنها عارفة هو هيسمي المطعم إيه وهو ما كانش مصدقها وبيتراهن معاها على مليون دولار إنها مش عارفة الاسم الصح. ساعتها كلير بتفاجئه وبتقول له إنه هيسميه الدب عشان ده الاسم اللي كان بيحلم يحطه على المطعم بتاعه من وهو طفل لسه. فكارمي بيتفاجئ وبيستغرب إنها فاكرة معلومة قديمة كده لسه لحد النهارده بما إنه بيخسر الرهان ومفيش معاه المليون دولار. كلير بتطلب منه رقم تليفونه عشان يبقى على تواصل معاها على ما يجي وقت الافتتاح ويعزمها. ساعتها كارمي بيديها رقم غلط عشان هو مش اجتماعي أصلا. كارمي كان لسه بيروح اجتماعات العلاج النفسي وبقى بيتكلم وبيحكي اللي جواه، والأول مرة بيعترف إن من طفولته أي حاجة كانت بتحسسه بالسعادة كانوا اللي حواليه بيبوظوها له، زي ما يكون محدش عاوزه يكون مبسوط. بس برضه كان عارف إن عيلته ما كانش قصدهم إنهم يفسدوا سعادته ولا حاجة، هي كانت بتيجي ظروفها كده لأنهم كانوا بيوعدوه بحاجات ومش بينفذوها. فكل اللي كان بيقدر يعمله إنه يهدي نفسه ويفكر نفسه إن دي مش نهاية العالم والسما مش هتقع على دماغه ولا حاجة، وإن كل اللي عليه إنه يخليه متفائل. وبرضه كان مقتنع إنه لو خلى نفسه سعيد هيقدر يسعد اللي حواليه. حاليا بقى كان باقي 11 أسبوع على ميعاد الافتتاح، وسيدني كانت بتحاول إنها تتماسك عشان ينجحوا في الخطوة دي وما يحصلش اللي أبوها حذرها منه إنهم مش هيقدروا ينجحوا المطعم. ولما كانت بتعمل وصفة جديدة مع كارمي بتبوظ منهم، وكارمي بيقترح عليها إنها تخرج أماكن جديدة وتجرب أكلات مختلفة في كل المطاعم اللي تلاقيها بحثا عن الإلهام، وبيتفق معاها إنه يقابلها بعدين. في الوقت اللي كانت تينا في مدرسة الطبخ وإبرة مش بيروح بعد ما كان قدام الباب خلاص بيرجع في كلامه وبيمشي.
وفي المطعم كانوا الباقيين بيشتغلوا على قد ما يقدروا عشان يلحقوا يخلصوا قبل الميعاد. وفي الوقت اللي كان كارمي بيستعد عشان يقابل سيدني زي ما كان متفق معاها، بيلاقي كلير بتتصل بيه وبيتفاجئ لانه كان مديها رقم غلط، بس هي اتصلت على فلاك واخدت منه الرقم الصح، وبتطلب من كارمي انه يروح يساعدها في نقل اغراضها من السكن عشان هتنقل مكان تاني. ولما سيدني بتلاقيه اتاخر عليها، بتقرر انها تبدا رحلتها النهارده من غيره، بعد ما بتبعت له رسائل كتير وفي الاخر بيقول لها انه مش هيقابلها. سيدني بتلف على كل مطاعم المدينة عشان تدوق أكلاتهم المميزة، وكمان بتدور على شيفات يساعدوهم في المطعم بعد ما يعيدوا افتتاحه. وكمان كانت عاملة إعلان وبتتصل كل شوية على ماركوس لو كان حد راح يقدم على شغل، بس ما كانش فيه غير موظفين جايين يطالبوا بالرخص ويدفعوهم غرامات. وآخر يوم سيدني بتروح المطعم وبتتفاجئ بالوضع، وإنهم هدوا الحوائط وجزء كبير من المطعم عشان العفونة، وبتزعل إن كارمي ما كلمهاش الأول يعرفها بما إنهم شركاء. وساعتها بتتضايق وبتمشي، بس بتكلم صديق ليها صاحب مطعم وتطلب منه انها تستعمل المطبخ، وده عشان تجرب وصفة جديدة من اللي دقتهم النهاردة. بس للأسف لما بتعمل الوصفة طعمها كان وحش جدا، وسيدني كانت هتنهار. لسه باقي 7 أسابيع والشغل كان على قدم وساق من غير راحة، وكارمي بيعرف إن نات حامل، بس هي بتطلب منه إنه يخلي الموضوع سر دلوقتي عشان محدش يعامله بطريقة مختلفة. بس فجأة الحيطة بتقع وكل أصحابهم بيسمعوا محادثاتهم. بعدها ماركوس بيروح يطمن على أمه اللي كانت لسه في غيبوبة، وبيسافر على كوبنهاجن في إنجلترا عشان يتعلم مهارة جديدة في المخبوزات والحلويات. وبيروح لمطعم معجنات يقابل الشيف لوكا عشان هو اللي هيعلمه اليومين دول ويدربه على كل الوصفات الجديدة. لوكا ما كانش بيتكلم كتير، كان بيوجه ماركوس وبس، بيعلمه وصفة جديدة كان أول مرة ماركوس يشوفها ويدوقها أصلا، بتحتاج منه شغل كتير عشان يعمل جيلي الديكستروز. وطبعا هو لما لوكا بيطلب منه إنه يحضر الجيلي بيقول حاضر، مع إنه مش عارف الوصفة أصلا، فبيدخل يدور عليها على جوجل. ساعتها لوكا بيفاجئه بيجيب له الوصفة مكتوبة، لسه هيضيع وقت يدور عليها. وبيبدأ على طول بتوجيهات لوكا اللي بينصحه إنه يضيف عصير أناناس ويحافظ على سماكة الخليط عشان يطلع بالنتيجة المظبوطة. في الوقت ده كانت سيدني في الناحية التانية من العالم بتعمل مقابلات مع شيفات اتقدموا للوظيفة، بس محدش منهم كان مناسب للوظيفة. ولما بنرجع لماركوس كان مقضي كل وقته في انه يتدرب مع لوكا ويتعلم منه. من وقت للتاني كان بيتصل بأمه يطمن عليها ونفسه انها تفوق من الغيبوبة في اسرع وقت. وتاني يوم وهو بيعمل المعجنات مع لوكا اللي كان بيقطع العجين ويوزنه قطعة قطعة عشان يضمن كل المخبوزات تطلع نفس الحجم من غير اختلاف، فبيتكلم معاه عشان يعرف السر ورا مهارته دي مع انه صغير في السن. ساعتها لوكا بيحكي له انه كان بيشتغل في مطعم ومعاه شيف كان افضل منه وكان سريع جدا ما بيعملش ولا غلطة. طول الفترة اللي كان شغال فيها معاه كان لوكا بيحس انه قليل، ومهما بذل من مجهود ما كانش بيعرف يتغلب عليه. وقتها بيسيب المطعم وبيتنقل لمكان تاني، ومن وقتها وهو انطلق لانه بقى واثق في نفسه اكتر ومش حاسس ان في حد احسن منه يقارن نفسه وقدراته بيه. وده السر ورا مهارته، انه بيشتغل باقصى طاقته عشان يرضي نفسه ويثبت لنفسه انه مفيش زيه من غير ما يقارن نفسه بحد يحبطه. في ليله بقى كان ماركوس راجع اليخت اللي مقيم فيه وبيسمع صوت حد بيستنجد، ولما بيمشي ناحيه الصوت بيلاقي واحد واقع على الارض والسور الحديد في منطقه انشاءات على رصيف واقع فوق منه. ساعتها ماركوس بيجري عليه وبيساعده لغايه لما الراجل بيتحرر ومش بينطق غير كلمه شكرا وبيسيبه ويمشي. وتاني يوم كان ماركوس بيجرب وصفه من اللي لوكا علمها له وبينجح فيها، وكان طعمها زي اللي لوكا بيعملها بالظبط. وساعتها كان ماركوس فرحان جدا. بعدها بنشوف سيدني بتتدرب على طبخ وصفة جديدة مع تينا، مبقاش فاضل غير 6 أسابيع على الافتتاح. إبرة كان اتعزل لوحده وبقى بيقضي يومه كله قاعد على شط البحر بيفكر ومش عارف يعمل إيه. أما كارمي فكان في المطعم محدد مكان دواليب المطبخ وراسمها على الأرض وبيحاول إنه يتحرك بسرعة عشان يشوف المساحة اللي محتاجها عشان يكون أسرع من غير ما يوقع حاجة ولا حد يخبط فيه، عشان أول لما يظبط المكان يركبها على طول. ولغاية دلوقتي كان العم جيمي دافع 550 ألف دولار وبيحاول إنه يخليهم يسرعوا العمل شوية. تاني يوم تينا كانت رايحة مدرسة الطبخ واتصلت بإبرة تشوفه فين، غايب بقاله كام يوم ومش بيرد على التليفون. ولما بتبدأ تدريبها بالسكينة الجديدة اللي جابها لها كارمي كانت مبسوطة جدا، ولما بتقطع بيها السمكة الشيف بيعجب بشغلها جدا وبيشجعها. في الوقت اللي كانت سيدني مع كارمي بيتمرنوا سوا على طريقة تقديم الأطباق، وسيدني كانت متضايقة لأنها كانت شايفة إن كارمي مش بيشاركها كل تفصيلة في المطعم. بعدها نات بتكتشف مشكلة تانية في كهربة المكان، وإن التيار مش مستقر وكل الأجهزة بتستهلك
الكهرباء كتير بشكل غير مستقر، وده بيعرض المكان لخطر كبير. في الوقت اللي كانت تينا في تدريبها وزمايلها بيعزموها على انها تروح معاهم حفله، كان كارمي راح مع كلير حفله واحده صاحبتها، وهناك بيقابل مجموعه من زمايل دراسته زمان. تينا كانت اول مره تقضي وقت حلو بالشكل ده، وكانت مبسوطه جدا وبتنبهر وبتبهر كل الموجودين لما بتغني كاريوكي. في نفس الوقت اللي كان كارمي مشي من الحفله مع كلير واخدها عشان تشوف المطعم، واول لما بيوصل بيتفاجئ بخناقه كبيره بين ريتشي والكل، عشان ريتشي كان بيوصل وصلة كهرباء من جيرانهم، وطبعا نات مش بيعجبها اللي بيعمله، وانه على طول بدل ما بيحل المشكله من اساسها بيتسبب في مشكله اكتر. كارمي بيفرقهم عن بعض وبيخليهم يروحوا كلهم لغايه لما يحل الموضوع ده بنفسه. بنرجع فلاش باك من كام سنة قبل ما مايكل يموت وقبل ما كارمي يتخانق معاه ويتفرقوا. في فترة الأعياد كانوا الكل متجمعين في بيت أمهم، ونات كانت متضايقة من معاملة أمها ليها، وكل 10 دقايق كانت بتسألها لو كانت كويسة، ومن كتر الضغط بتخرج تقف لوحدها بره شوية، ومايكل بيخرج وراها يطمن عليها ويهديها. وشوية وكارمي بيخرج ينادي على مايكل عشان مش عارف يتعامل مع كل الضيوف اللي جوه. شوية والتلات إخوات بيدخلوا البيت، وكان موجود العيلة كلها بيحتفلوا بالأعياد، ووالدتهم كانت طول الوقت متعصبة ومحدش عارف يكلمها وهي بتحضر الاكل، ولما التايمر بيعطل دي بتتعصب اكتر من الاول. وقتها مايكل وريتشي بيقولوا لكارمي انهم شافوا كلير حب حياته وهي معديه في الشارع، وانها رجعت المدينه تاني وبتدرس في كليه الطب. اللي بيعصب كارمي انهم اخذوا رقمها عشان يتواصل معاها، فبيتخانق معاهم عشان بيتدخلوا في حياته ليه. في اليوم ده ريتشي بيتكلم مع جيمي بيطلب منه انه يساعده ويوفر له وظيفه عشان يعرف يصرف على بنته اللي جايه، لانه مش عاوز يكون في المطعم من هنا وجاي. كان موجود في البيت في اليوم ده كل عيله كارمي، فلاك واخوه وستيف وزوجته، كلهم كانوا بيقضوا وقتهم ومبسوطين بره، في الوقت اللي كانت دي في المطبخ منهاره وعماله تزعق لكل اللي حواليها كل ما التايمر يرن. ولما كارمي بيروح يجيب البسكويت المالح من الخزنه، مايكل بيتكلم معاه وبيحاول انه ينصحه شويه، وكارمي وقتها بيديله لوحه رسمها للمطعم اللي بيتخيله معاه وعليه شعار الدب. وفي المطبخ كانت نات مع مامتها بتساعدها على قد ما تقدر، بس دونا بيوقع منها الصينيه، ولما نات بتحاول انها تنظف المكان امها بتزعق لها وكانت هتضربها وبتهددها انها هتروح تجيب المسدس وتقتل نفسها لان محدش بيساعدها ومش فارقه عندهم وجودها من عدمه. الباقيين بقى كانوا بره بيحكوا حكايات وذكريات قديمه، ومايكل كالعاده كان واكل الجو وكان بيحكي قصه من بتوعه، لما ليه زوج امه بيتدخل وبيحرق الاحداث، وساعتها كانت هتقوم خناقه بينهم. بس جيمي بيهدي الجو قبل ما تحصل مشكله تقلب اليوم. في الوقت ده كان وصل البيت وكان جايب معاه اكله جديده عباره عن وصفه للتونه. ساعتها الكل بيتفاجئوا لان الدونه طبخه 7 سمكات، او بمعنى اصح 7 اطباق سمك مختلفين، عشان القصه الموروثه عندهم في العيله بتاع ال7 سمكات. واول لما كارمي بيشوف الطبق بيتخانق معاه، حتى نات اللي كانت اكتر واحده متاثره بعصبيه دونا وبتعاني منها، اول لما بتشوف معاه الطبق بتاخده من ايده وبترميه بره البيت بسرعه قبل ما امها تشوفه. بيت بيحس بالاحراج بس بيتدارك الموقف وبيعديه. بعدها الكل بيتجمعوا على السفره، ودونا كانت واقفه منهاره في المطبخ وبتبكي. ساعتها كارما بيروح يهديها وبيقنعها انها تخرج بقى عشان الكل مستنيها على السفره، بس دونا كانت متضايقه جدا عشان بتبذل اقصى مجهود في انها تسعد اللي حواليها، بس مفيش حد بيساعدها او بيفكر فيها، وبتخلي كارمي يخرج هو وهي هتيجي وراه بعد دقيقه. يلا على السفرة كان مايكل بدأ خناقة تاني مع لي لما بيرمي عليه شوكة، والتانية ساعتها لي بيهينه بيقول له انه فاشل، ولغاية النهاردة لسه عايش مع امه وبيستلف منها فلوس هي واي حد معاه فلوس زي ما اخد برضه من جيمي، وبيقول له انه عمره ما كمل حاجة للنهاية. ساعتها مايكل كان هيرميه بالشوكة التالتة، بس نات بتحاول تهديه، وفي اللحظة دي جيمي بيقول لمايكل يعدي اليوم عشان دونا بقالها 5 ايام بتحضر في السفرة دي، وما ينفعش انهم يهدوا اللي هي بتعمله ومجهودها ده كله يضيع. دونا بتيجي اخيرا، وقبل ما بيبداوا اكل كانت انهارت تاني، ونات بتسالها لو كانت كويسه. السؤال ده بقى كان الفتيل اللي فجر القنبله. دونا بتنفجر في نات وبتزعق لها عشان كل شويه تسالها نفس السؤال، وهي اكتر حاجه بتكرهها في الحياه السؤال ده، ان حد يقول لها انت كويسه، وبتزعل الكل وبتكسر الاطباق وبتمشي. وفي اللحظه دي مايكل بيرمي شوكه على ليه وبيقوم يهجم عليه وبيضربه، وفجاه العربيه بتقتحم البيت، ودونا كانت هي اللي عملت كده من شده عصبيتها وانها ما كلتش في وعيها. ساعتها مايكل بيجري على امه يحاول انه يخرجها من العربيه ويطمن عليها، وكارمي بيقف مذهول من اللي بيحصل حواليه. في الوقت الحاضر كان ريتشي بيصحى كل يوم الصبح من الفجر وبيروح شغله الجديد. كارمي بعته يتدرب في مطعم كبير، والمطعم ده افضل مطعم في العالم كله، والناس بتحجز بالشهور عشان ييجوا ياكلوا هنا. ريتشي
كانت كل مهمته إنه يلمّع الشوك، وطول النهار بال9 ساعات واقف يلمّع شوك وبس، ولمّا جاريت بيساعده في آخر اليوم بيطلب منه إنه يلمّع الشوك كويس وما يكونش عليها ولا أي أثر حتى للفوطة اللي بيلمّع بيها. ريتشي بيقول له دي شوية شوك يعني مش حوار، وبعدين هو بقى له 9 ساعات بيلمّعهم فعارف إيه اللي نضيف وإيه اللي مش نضيف. ساعتها جاريت بياخده برّه المطعم وبيفهمه الدنيا ماشية إزاي. أول حاجة إن ده أكبر مطعم في العالم، وكون إنه بيشتغل هنا ده شرف ليه، لإن في ناس كتير تتمنى إنها تشتغل في مكانه، وفي الوقت اللي الكل كانوا بيعانوا من أزمة كوفيد هم ما اتأثروش ودي حاجة كبيرة. ثم إنه لو فاكر إن كارمي بعته هنا عشان يعاقبه يبقى غلطان، وكل يوم هنا بيكون كأنه بطولة كورة، في 200 واحد شغالين في المطعم عشان يقدموا أحسن خدمة، فكل اللي عليه إنه يحترم اللي حواليه ويحترم نفسه. ساعتها ريتشي بيتقبل الكلام وبيبدأ إنه يتعامل بشكل مختلف، وبيحضر مع جاريت وطاقم الموظفين وهم بيحضّروا للنهارده وبيجهّزوا منيو اليوم، وكمان الحضور والضيوف النهارده هيكونوا مين. بعدها تيف بتتصل بريتشي فبيفتكرها عاوزة حاجة والّا حاجة بخصوص بنتهم، بس بيتفاجئ إنها بتقول له إنها هتتجوّز خلاص. ساعتها ريتشي بيتصدم لإنه كان بيحاول يضبّط حياته عشان يرجعوا يعيشوا حياتهم مع بعض زي الأول، وبنته ما تبعدش عنه. لمّا بيدخل المطعم تاني بيشوف الشيفات بيشتغلوا بكل جهدهم إزاي، وكمان جاريت وفريقه إزاي بيتعاملوا مع الضيوف. تاني يوم بيصحى من قبل ما المنبه يرن وبيروح المطعم وهو متحمس أكتر من الأول زي ما يكون بقى له هدف واضح مرة واحدة، وبيتفاجئ لما بيوصل إن جاريت كان مجهز له بدلة تانية وبيخليه يبدأ خدمة في المطعم مش المطبخ. ريتشي قبل ما يخرج يستقبل الناس ويقوم بخدمتهم بيتعلم من جيسي نظام الأول وبيستغرب من النظام اللي ماشي بالساعة ده ومفيش ولا غلطة، وكان في قائمة حجز وقائمة انتظار عشان لو حد لغى الحجز يتصلوا بحد من اللي على قائمة الانتظار ويبعتوا له عربية تجيبه كمان. ريتشي بيحس إنه في عصابة مش في مطعم، بس بيعجبه النظام ده جدًا، وبيعرف إن الفريق بيتواصلوا مع بعض من خلال ملاحظات ورسايل بيسلموها لبعض من إيد لإيد من غير ما الضيوف ياخدوا بالهم خالص. في اليوم ده كان في مجموعة من الضيوف جايين من ولاية تانية، والموظفين بيسمعوهم وهُم بيتكلموا على إنهم كان نفسهم ياكلوا بيتزا سميكة. ساعتها ريتشي بيفتكر إنهم هيعملوا لها البيتزا اللي نفسهم فيها، بس جيسي بتبعته يشتريها من مطعم البيتزا ويرجع في دقايق. ساعتها الشيف بيقطع البيتزا قطع صغيرة وبيحطها في طبق التقديم، وريتشي اللي بيروح يقدمها بنفسه عشان يشوف رد فعلهم. ساعتها الضيوف كانوا متفاجئين وفرحانين طبعًا، وبيقتنعوا إن ده أحسن مطعم في البلد كلها. بعدها بيقضي وقته مع جاريت وجيسي وبيختبروا حاسة التذوق لما بيحددوا له 4 ثواني بس بيحدد الطعم اللي هيدوقه والمكونات اللي فيه. تاني يوم جاريت لما بيتكلم مع ريتشي وبيتصاحبوا، ريتشي بيعرف إن جاريت مش شيف ولا بيحب الطبخ أصلًا، بس لما اتسجن واضطر إنه يقضي خدمة مجتمعية كان اشتغل في مطعم، ومن وقتها وهو بقى بيحب خدمة الناس وإنه يشوفهم مبسوطين. بكرة كان آخر يوم لريتشي، وريتشي كان حب المكان وزمايله ومش عاوز يمشي، فبيطلب من جاريت إن لو في إمكانية إنه يشتغل معاهم على طول، بس جاريت بيقول له إن ده مش قراره. ولما ريتشي كان مروّح بيته بيتصل بكارمي وبيتخانق معاه، بس كارمي كان ما عندوش مشكلة إنه بيحاول يجهّز لاختبار الحرايق عشان ياخدوا التصريح، ولغاية دلوقتي ما فيش أي تقدُّم ومش عارفين يضبّطوا العمل. تاني يوم ريتشي ما كانش جاله نوم طول الليل، ولأول مرّة بيرتّب بيته قبل ما يخرج، ولمّا بيروح شغله كان بيدوّر على الملمّع عشان يكمّل كمية الشوك اللي المفروض يلمّعها، بس مش بيلاقيه. ساعتها بيقابل الchef تيري كانت بتقشّر الفطر وبتتكلم مع ريتشي وبتقول له إنها في شبابها كانت متسرعة وعنيدة وفتحت مطعم لوحدها حطت فيه كل فلوسها، بس خسرت كل حاجة وقفلت المطعم في أيام الكورونا. وقتها كانت في موقف لا تحسد عليه، ما بقاش عندها أي حاجة ومن غير شغل، فبتمشي في الشارع في ليلة ممطرة بتقف في المطر لغاية تاني يوم الصبح، والصبح بتاخد بالها من إنها بره المطعم هنا وكان متعلق عليه يافطة للإيجار. ساعتها بتعرف إن دي علامة من ربنا، فبتكلم أمها وبتبيع بيتها وورثها كله بتحطه في المطعم ده وبتشغله. ومن يومها وهي ما بطلتش شغل، وفي نفس السنة اللي فتحت فيها المطعم أخدت 3 نجوم، ودي رسالة ودرس له إنه ما يستسلمش أبدا، لأن ربنا بيكون مخبي لينا الأحسن والأجمل على طول. باقي أسبوعين بس على الافتتاح، وكارمي كان في قمة توتره وخايف إنهم يفشلوا في اختبار الحرايق في الوقت اللي كان إبرة راح لهم المطعم وبيقابل تينا لأول مرة من أسابيع، وهي ما كانتش عاوزة تكلمه وزعلانة منه عشان ضيع الفرصة من إيديه. إبرة بيطلب منها تسامحه وإنهم يدوا له فرصة جديدة ويشغلوه هنا على شباك بيع السندوتشات شوية. وريتشي كان وصل وكل اللي يشوفه يستغرب إنه لابس بدلة ومتشيك على الآخر، وكان كل اللي بيعلق على مظهره كان بيقول له إنه ما بقاش بيلبس غير البدل عشان بتخلي ثقته بنفسه بتزيد، ومش بيتخانق مع كارمي زي ما كان وقت ما كان بيكلمه في التليفون، لأنه فهم هو ليه بعته يتدرب في المطعم بتاع تيري. بعدها كان ماركوس بيحضر وصفة جديدة من اللي اتعلمها من لوكو بتعجب كارمي جدا. وقتها كانت تينا خرجت تقابل الشيفات الجداد اللي تعينوا في المطعم وبتبدأ تدربهم. أما ريتشي فبيروح يقابل ناتو بيعتذر لها عن أسلوبه معاه في الفترة اللي فاتت عشان كان بيحشر نفسه في أي حاجة وهو عارف إن ده مش مكانه وعامل فيها فاهم كل حاجة، وده تسبب في مشاكل أكبر، وبيطلب منها إنها تكلفه بأي مهمة تسهل عليها
فيها الشغل، لان المطعم هنا لازم ينجح باي طريقه. في الوقت ده كان كارمي بيجهز المنيو مع سيدني، وكان عامل رسومات للاطباق اللي هيعملوها، وسيدني بتستغرب خصوصا لما بتعرف ان دي اقتراحات كلير، فبتتضايق انه بيتكلم مع كلير وبيحدد معاها شؤون المطعم، وهي لا مع انها شريكته. كانت هتقوم بينهم خناقه بس الاتنين بيتراجعوا بيهدوا عشان ينجزوا المهمه، بما ان الكل هدفهم واحد وهو انجاح المطعم. ريتشي ونات كانوا بيعملوا مقابلات مع الناس عشان يعينوهم في المطعم، وواحده منهم بتتعصب وريتشي جدا لانها على حسب السي في بتاعتها اشتغلت في اكبر مطاعم، بس ما خدتش بالها من المنديل المطبق بطريقه غلط على الترابيزه قدامها، وما حاولتش انها تعدله طول ال 20 دقيقه. وبنكتشف ان ريتشي هو اللي اتعمد انه يعمل المنديل كده كاختبار منه. يعني اليومين اللي قضاهم في مطعم تيري اثروا عليه جدا، وشخصيته اتغيرت لدرجه انه ما بقاش بيحب يشوف قلم في مكان غلط ولا اي حاجه مش مظبوطه في المكان الصح. في الوقت اللي كان الكل قلقانين عشان اختبار الحرائق النهارده والموظف جاي كمان شويه، ساعتها فلاك كان اكتشف الطريقه اللي يظبط بيها النظام وينجحوا في اختبار الحرائق، ومن حسن حظهم انهم بينجحوا في الاختبار والموظف بيسلمهم تصريح المطعم. ساعتها الكل كانوا طايرين من الفرح. في يوم كانت سيدني رايحة المطعم قبل الافتتاح بيوم، ولقت باباها مستنيها عشان يسلم عليها قبل ما تخرج الصبح، وفاكرة انه متضايق انها عايشة معاه، بس هو ما كانش عنده اي مشكلة ولا اعتراض، بل بالعكس كان عاوزها تعيش معاه على طول. وساعتها بينصحها انها لازم تخف الضغط اللي بتحط على نفسها شوية، لان في حاجات كتير لازم نسيبها تمشي زي ما تمشي، مش كل صغيرة وكبيرة نضغط نفسنا عشانها، وتشوف حياتها مش هتعيش ال 24 ساعة في الشغل وفجأة تكتشف انها وحيدة في الدنيا لا ليها عيلة ولا حد. في الوقت اللي كان كارمي في المطعم بيحاول انه يجمع شتات نفسه وبيشيل كل التوتر اللي حاسس بيه والمشاعر السلبيه اللي ضغطاه كل حياته بسبب امه، سيدني كانت في طريقها للمطعم لما بتشوف مطعم واحده صديقتها اتقفل، فبتبدا تخاف انهم يفشلوا ويضطروا يقفلوا بعد فتره قليله. ناد بتروح تقعد مع كارمي وتقول له انها دعت امهم لحضور افتتاح المطعم، بس كارمي لما بيعرف المعلومه دي بيتصدم وتوتره بيزيد لانه عارف طريقتها ومعاملتها معاهم، ده غير الحساسيه اللي بينها وبين ناد بالخصوص يعني. بعدها ناد بتقعد مع ريتشي وتشوف الحجوزات ليوم الافتتاح، ولما بيشوفوا الوضع بيلاقوا انهم لازم يرفعوا اسعار بنسبه 10% عشان يعرفوا يحققوا ربح ويوفر الضرايب والالتزامات المطلوبه منهم. في الوقت اللي الكل في المطبخ كانوا شغالين على قدم وساق حرفيا وبيحضروا الاكل قبل الافتتاح بساعتين، ماركوس كان عمل طبق تحليه من اختراعه بيسميه على اسم مايكل. كارمي لما بيدوق الطبق بيعجبه جدا، واكتر حاجه بتعجبه فيه انه بيشبه الاكل اللي كانت امه بتعمله في الاعياد، وهو كان اتعقد منه من يوم اللي حصل لما انهارت ودخلت بالعربيه في البيت. دلوقتي بقى كارمي رجع يحبه تاني. جيمي كان موجود وبيقعد مع كارمي وبيتفق معاه وبينصحه لو كان عاوز المكان ده ينجح لازم انه يحط فيه كل تفكيره وجهده وما يسمحش لاي حاجه انها تشتته، لان بالرغم انه عاوز ياخد المطعم ويهد ويبني مكانه مشروع تاني، الا انه مش عاوز يحطم له حلمه وعاوز يشوفه بينجح لانه بيحبه بجد. وقتها كانت نات مرهقه وتعبت من توتر الاعصاب والضغط اللي هم فيه بسبب الافتتاح، ونسيت انها تاكل اصلا، وساعتها سيدني بتعمل لها اومليت كده بطريقتها المميزه. نات لما بتدوق بيعجبها جدا وبتقول على سيدني انها عبقريه فعلا، لان ده احلى اومليت اكلته في حياتها. كارمي وهو بيتصل ببتاع صيانه الثلاجه كلير بتتصل بيه، بس هو بيفتكر كلام عمه ومش بيرد عليها ومش بيتشتت عن الشغل وبيكمل شغله في المطبخ لان ده مش وقته خالص. بعدها كارمي وريتشي فلاك ونات وسيدني بيتجمعوا مع الشيفات الجداد وبيتفقوا معاهم على ان النهارده هيكون تدريب ليهم قبل الافتتاح بكره، عشان يشوفوا اي غلطات او مشاكل يقدروا يحلوها قبل الافتتاح والامور تمشي بسلاسه. ولما بيحضروا كل الاكلات كانت سيدني بتساعد كارمي في انه يظبط ترابيزه لما بيلاقي فيها غلطه، وساعتها بيستغل الفرصه وبيعتذر لها عشان ما كانش مركز معاها وسايب كل حاجه عليها اليومين اللي فاتوا، وبيديها بدلته الجديده اللي كان مطرز عليها حروف اسمها، وبيفتحوا المطعم. في الافتتاح بقى كانت سيدني هي اللي بتقود المطبخ وبتدي الاوردرات للشيفات عشان يجهزوها بسرعه، وبترتب خروج الاطباق بالترتيب عشان ما يتاخروش على ولا ترابيزه. كان موجود في المطعم كل اصحابهم وعائلاتهم جايين يدعموهم. والد سيدني كان مبهور بالمكان والخدمه، وشاف ان مجهود سيدني كان في مكانه الصح والنتيجه حلوه جدا جدا. المشكله بقى ان بيكتشفوا ان في نقص في الشوك، فجون بيكتب ملحوظه وبيسلمها لنات اللي كانت وقتها مع بيته وبتدخل عشان تتصرف بسرعه وتحل المشكله دي، فبتخلي جون يروح يشتري شوك من كل المحلات اللي ممكن يلاقيها قدامه ويرجع باكبر كميه شوك ممكنه عشان ما يتعرضوش للمشكله دي تاني. وقتها كان جوش الشيف الجديد اختفى مره واحده ومش لاقيينه في اي مكان، ونات كانت محتاره بين انها تخرج تقعد مع زوجها بيت على الترابيزه وبين انها تدخل المطبخ وتعامل وتساعدهم.
في الوقت اللي كان ريتشي وفلاك بيقابلوا الناس وبيخدموهم وبيتكلموا معاهم عشان ما يحسوش ان الاكل اتاخر، ونات بتروح تعالج المشكله بتاعه الحمام اللي اتسد، وكارمي كان هيتخانق مع سيدني عشان الاطباق بردت وما اتقدمتش في الوقت المناسب، بس هي بتتدارك غضبه وبتهديه وبتبدا تحضيرهم من جديد. ساعتها كارمي بيدخل الثلاجه يجيب مكونات الطبق الجديد، بس الباب بيتقفل عليه، ولما ماركوس بيحاول يفتح له الاوكرا بتتكسر في ايده وكارمي بيفضل محبوس جوه. ساعتها سيدني كانت هتنهار ومش عارفه هتعمل ايه، بس ريتشي بيهديها. وقتها بتخلي ريتشي يقود هو المطبخ ويحدد لهم الاوردرات، فبيبدا على طول ويشغل التايمر على 5 دقايق، وسيدني بتشارك باقي الشيفات في التحضير. ساعتها العمل بيمشي اسرع واسهل بكتير من الاول، وبيقدروا انهم يحضروا كل الاطباق المطلوبه في الوقت المناسب، واكتر من 40 طبق في 5 دقايق بس. نات هي كمان بتساعدهم، وكارمي كان منهار ومتعصب على اخره جوه الثلاجه. في يوم الافتتاح بتاع مطعمه بيتحبس وبيتحط في الموقف ده. لما الاطباق بتتقدم كان الناس مبهورين بحلاوه الاكل، واكترهم كان والد سيدني. في الوقت ده بيت بيشوف دونا واقفه بره المطعم، فبيخرج يسلم عليهم ويدخلها، بس هي بترفض تدخل المطعم باي حال من الاحوال عشان مش قادره انها تعتذر لاولادها عن اللي حصل، ومش عارفه تعبر لهم عن حبها ليهم. وبتمشي من غير ما حتى يعرفوا انها جت وشافت المطعم، مع انها كانت فخوره بيهم جدا. وعلى ما نات بتخرج من المطبخ بتلاقي بيت بيبكي من شده ما هو متاثر، ومش بيقول لنات ان دونا كانت هنا. ساعتها كانوا خلصوا كل الطلبات، وتينا بتروح تتكلم مع كارمي وتطمنه. وريتشي كان محضر مفاجاه لجيمي وجون اللي بيسلمها له، وكانت عباره عن موز بالشوكولاته. ساعتها جيمي بيتفاجئ جدا بس كان مبسوط. كارمي بقى بيدرك ان عامل التصليحات اللي كان بيحاول يكلمه امبارح عشان يجي يصلح الثلاجه اسمه تيري مش توني. توني ده بقى اللي هو اتصل عليه كان الشيف اللي كان بيعامله بقسوه وتعالي. فكارمي بيتصدم من الحركه اللي عملها، وبيفكر في انه غلط، وان السبب في انه اتشتت انه اتعلق بكلير وبقى بيحب، وانه لما كان مركز في شغله مفيش حد في حياته كان انجح من كده، وكان مركز طول الوقت. ساعتها كان ريتشي بيسلم على الضيوف وبيودعهم، وكلير لما بتسال على كارمي بيقول لها انه محبوس في الثلاجه، فبتدخل تطمن عليه. ساعتها بتسمعه وهو بيقول الجملتين دول، وبتصدم لانها ما كانتش متوقعه انها تكون سبب فشله، مع ان مفيش فشل ولا حاجه، حوادث بتحصل مالناش سيطره عليها. ولما بيسمع صوتها هي اللي بترد عليه مش تينا، ما كانش عارف يعمل ايه وهو محبوس. كلير بتعتذر له وبتمشي وهي مقرره انها تخرج من حياته. ريتشي لما بيشوف كلير خارجه بتبكي بيدخل يتخانق معاه من ورا الباب، وبيقول له انه مش مستحمل يكون عنده في حياته حاجه واحده حلوه، انه يبوظ كله حاجه وبيعمل زي دونا بالظبط. ساعتها كارمي بيفتح تليفونه وبيسمع رساله صوتيه كانت كلير بعتها له الصبح لما ما كانش بيرد عليها. كانت بتقول له انها عارفه انه مشغول طول الوقت، ويمكن ما عندوش دقيقه يكلمها حتى، بس هي فخوره بيه ومبسوطه انها في حياته وبتحبه. ساعتها كارمي بيعرف حجم الغلطه اللي ارتكبها، وانه طلع غبي بجد. ماركوس بقى كانت ممرضه امه بعتت له رساله ان امه فاقت من الغيبوبه بعد ما اتصلت عليه 20 مره وما ردش عليها. ولوك كان باعت له طابلوه كل ثانيه مهمه عشان يعلقه في المطبخ، وكان مبسوط بيه جدا. اما سيدني فكان ابوها راح يطمن عليها ويبارك لها على المطعم الجميل والاكل اللي ما فيهوش غلطه، وانه فعلا يستاهل تعبها. ولما بتسمع منه الكلام ده كانت فخوره بنفسها جدا. ولغايه هنا بتخلص حلقتنا النهارده. يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير يا احلى متابعين، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد.